السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة كروشيه ميرو، ومعاكم ميرفت رمضان. النهاردة هننفذ مع بعض لكلوك. ينفع اولادي ينفع بناتي، يلبس من سن 6 شهور لحد سنة. شايفين؟ بسيط خالص، سهل جدا في تنفيذه. هنعمله خطوة بخطوة مع بعض ان شاء الله. عشان انفذ اللكلوك بتاعي هحتاج لخيط. الخيط هستخدم خيط اسمه فلايا. الخيط ده مصري، سمكه متوسط. هحتاج الابره 3.5. هحتاج للمقص، هحتاج لماركر علامات يعني. هحتاج لابره التنظيف مش اكتر. نبتدي هنسحب الخيط منين؟ من هنا، من قلب الشله كده، عشان خاطر ايه ما تبقاش ما تتعقدش مننا بالشكل ده. هاخد حرف الخيط، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه هنعملها مع بعض عقده البدايه. هنعمل كده، هنمسك الخيط كده ونروح ساحبين الخيط، عملنا عقده البدايه. هشتغل بقى كام؟ 12 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عملنا 12 كده سلسله. هعمل كمان 2 سلسله للارتفاع. 1 2، يبقى كده عملنا كام؟ 14 سلسله. معايا 14 غرزة. هلف الخيط على الإبرة كده وهعد 1 2، وهاجي في السلسلة رقم 3 هدخل بالإبرة كده واسحب الخيط، وهعمل غرزة نص عمود. هخرج من 3 حلقات مرة واحدة كده. هلف الخيط تاني وهعمل غرزة نص عمود. يبقى كده 2. هلف الخيط وهعمل نص عمود في نفس مكاني، انا كده شغالة في غرزة واحدة. يبقى كده احنا عملنا 3 نص عمود، والسلسلتين اللي احنا سيبناهم في الاول دول، يبقى كده معانا كام؟ 4 نص عمود في غرزة واحدة. 1 2 3 4. هنيجي بعد كده بقى نعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة كده، هعمل 5 نص عمود في كل غرزة من الغرز بتاعتي. ادي 1 ادي 2 3 4 5. هشتغل بعد كده 5 ايه؟ عمود كامل، غرزة عمود بلفة كامل. اول واحد اهو، ادي 1 2 3 4 5. عملت كده غرزة 5 غرزة ايه؟ عمود كامل. هلف الخيط على الابرة، هيبقى اتبقى معايا كام؟ هيتبقى معايا غرزة واحدة. هشتغل 7 عمود بلفة. ادي اول واحد، ادي تاني واحد، تالت واحد. في نفس الغرزة بتاعتي هي هشتغل 7 عمود بلفة. 4 5 هلف الخيط وهدخل 6 كده 7. خلصت 7، عملت كده 7 ايه؟ عمود بلفة. هاجي بعد كده السلسلة اللي هتقابلني على طول هعمل فيها العواميد بلفة، هعمل فوقيها عواميد بلفة، والنص عمود هعمل فوقيه نص عمود. يعني هعمل هنا 5 عمود بلفة الاول اللي هيقابلوني على طول. هعمل 5 عمود بلفة في الاول. ادي اول واحد، تاني واحد، رقم 3 4 رقم 5
بعد كده هنعمل بقى في الغرز اللي جايه 5 برضو نص عمود زي ما عملنا في الناحيه التانية. ادي 1 وناخد خيط البدايه معانا تحت الشغل ما ننساش. ادي 2 ادي 3 4 ادي 5. طب يا حبايبي كده هنيجي بقى للغرزة. احنا كنا هنا عاملين 4 غرزة نص عمود في الناحية دي. هنكملهم بقى نعمل 3 نص عمود تاني عشان يبقى عملنا 7 زي الناحية التانية بالظبط. ادي اول واحد، احنا عندنا كده 4، ادي اول واحد يبقى كده 5 2 3 يبقى كده معانا كام؟ 7. هنا 7 وهنا 7 بس هنا نص عمود وهنا عمود كامل. هنقفل بمنزلقة في اول سلسلة في اول السلاسل بتاعتي بالشكل ده. هسحب الخيط كده وهقفل بمنزلقة وبكده يبقى خلصنا السطر الاولاني. وبعد ما خلصنا السطر الاولاني هنعمل ايه بقى في السطر الجديد؟ ارتفع بقى 3 سلاسل 1 2 3 والف الخيط على الابرة وهدخل في نفس مكان الارتفاع بتاعي كده وهدخل اعمل ايه عمود بلفة. يبقى انا كده عملت تزايد في اول ايه في اول غرزة. هاجي في العمود اللي بعديه برضو هعمل فيه تزايد يعني ايه يعني ايه غرزتين في غرزة واحدة. غرزتين عمود بلفة بالشكل ده. عملنا غرزتين يبقى كده عملنا 4. هاجي بعد كده هشتغل بقى من غير تزايد هعمل 13 غرزة ورا بعض كده. ادي 1 ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. بعد ما خلصنا ال13 غرزة عملنا الاول ادي 4 غرزتين فيهم تزايد وبعد كده 13 فرداني. هعمل ايه بعد كده بقى؟ الغرزتين الجايين هعملهم برضو ايه فيهم تزايد. ادي اول واحدة فيها تزايد اهو بعد ال13 غرزة. ادي تاني واحدة يبقى كده اول واحدة تاني واحدة. هاجي للغرزة رقم 3 هعمل فيها 3 غرز. ادي 1 ادي 2 ادي 3. ليه عملنا فيهم 3 غرز دول؟ عشان دي ايه المنتصف بتاع الايه اللكلوك. هاجي بعد كده هعمل برضو 2 غرزتين فيهم تزايد الغرزة دي واللي بعدها. ادي 1 ادي 2 في اول غرزة. تاني غرزة ادي 1 ادي 2 بالشكل ده. هاجي بعد كده بقى هشتغل 13 غرزة برضو من غير تزايد زي ما عملت الناحية التانية بالظبط. هشتغل فوق كل غرزة كده 13 غرزة. هخلصهم كلهم وارجع لكم تاني عشان الوقت بس. بعد ما خلصت ال13 غرزة بتوعي هشتغل بعد كده غرزتين اللي فاضلين هشتغلهم تزايد زي ما عملت الناحية التانية. ادي 1 كده اول واحدة فيها تزايد وبعدين الغرزة التانية برضو فيها تزايد يعني غرزتين في غرزة واحدة. يبقى احنا كده عملنا ايه 2. كنا عاملين في اول السطر 2 وجيت عملت 2 هنا يبقى ال4 غرز عملنا فيهم تزايد. هعد 1 2 3 وهقفل في السلسلة التالتة على طول بغرزة منزلقة عشان اقفل السطر بتاعي بالشكل ده. هسحب الخيط كده واقفل السطر بتاعي اهو. ده كده الايه السطر التاني معانا خلص. هنيجي للسطر الجديد هنعمل ايه فيه؟ هرتب 3 سلاسل. ادي 1 ادي 2 ادي 3 وفي نفس مكاني هروح داخله عامله عمود بلفه
يبقى كده ايه عملنا تزايد في اول غرزة، وهاجي في الغرزة اللي بعديها برضو هعمل تزايد. ادي واحدة، ادي اتنين، والغرزة التالتة هعمل تزايد. ادي واحدة، ادي اتنين، والغرزة الرابعة برضو هعمل فيها تزايد. ادي واحدة، اتنين، عملت كده 4 غرز فيهم تزايد بالشكل ده، 1 2 3 4. هاجي بعد كده هعمل 13 غرزة من غير تزايد. هشتغل في كل غرزة كده تحت الحلقتين، هدخل كده وهسحب الخيط وهعمل ادي 1، ادي 2، 3، عملنا 13 كده. هاجي بعد كده هتقابلني الغرز التانية، عملنا الاول 4 اهو تزايد، وبعد كده 13 غرزة من غير تزايد. هاجي بعد كده هشتغل ادي 1، اول غرزة عملنا فيها تزايد اهو، ادي 2، 3، 4، 5، الغرزة الجاية 5 كده. عملت 5 غرز فيهم تزايد، وصلنا للغرزة اللي هي في النص، اللي هي ايه، اللي هي كانت 3 غرز جنب بعض في غرزة واحدة. تمام. هاجي بقى كده هشتغل في الغرزة دي، الغرزة اللي في النص دي هشتغل فيها 3 برضو في السطر ده. هشتغل 3 غرز في غرزة واحدة تحت الحلقتين كده، هدخل واروح سحبة الخيط وهعمل 3 غرز. اجي اول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، وفي الوقت ده بقى هعلم الغرزة اللي في النص، يعني ال3 غرز بتوعي هعلم اللي في النص كده بالشكل ده. هدخل الماركر كده فيها عشان خاطر اعرف العلامة بتاعتي. هاجي بعد كده هشتغل 5 غرز برضو فيهم تزايد زي الناحية التانية. ادي اول واحدة اهي، هشتغل بقى كده 5 غرز تزايد من هنا، وبعد ما اشتغل 5 غرز تزايد هشتغل ايه 13 غرزة ورا بعض زي الناحية التانية بالظبط، ونكمل بقى بعد كده. خلصنا كده ال5 غرز اهو، خلصت ال5 غرز، عملت في كل غرزة فيهم تزايد. هشتغل بقى ال13، وبعد كده ايه اجيلكم نشوف هنكمل ايه، هنعمل بقية التزايد في الناحية التانية ازاي. عملت 13 عمود، غرزة فوق كل غرزة تحت الحلقتين. هاجي بقى للجزء اللي هنا فيه التزايد، انا كنت عاملة تزايد من الناحية التانية 4 غرز، هعمل برضو اللي باقيين معايا 4 غرز، هعمل فيهم تزايد برضو بنفس الايه، بنفس الطريقة. يبقى هنا 4 وهنا 4. هشتغل في اول غرزة اهو، ادي 1، ادي 2، 3، 4، 4، وهقفل بقى اخر غرزة اهي معايا، هقفل بالمنزلقة في سلاسل الارتفاع بتاعتي بالشكل ده. هدخل هنا في سلاسل الارتفاع السلسلة رقم 3، هدخل فيها تحت الحلقتين كده، واروح سحبة الخيط وهقفل بمنزلقة عشان ايه انهي الايه السطر ده بالشكل ده. انا خلصت السطر ده كده. هاجي في السطر ده يا حبايبي بقى هنعمل ايه، انا عايزه اقلب الشغل بتاعي، هشتغل كده لجوه مش لبره، فهسحب الخيط كده بتاعي بالشكل ده، ادخل تحت العمود واروح سحبه الخيط اهو، هدخل كده واسحب الخيط بتاعي اهو، ادخل من تحت العمود كده بالشكل ده، واسحب الخيط معايا اقلبه كده لجوه عشان خاطر اعرف اشتغل كده. بقى معايا الابره، معايا اللفه على الابره كده. هرتفع بقى 1 سلسله 2، هعتبرها ايه اهو، 1 2 3 كده. انا قلبت الشغل، هشتغل لجوه. هشتغل بقى، بصوا العمود اللي بعديه هدخل كده، هدخل العمود اللي بعديه بصوا، هدخل كده من ورا العمود كده وهسحب الخيط واروح ايه، واروح عامله عمود بلفه
كل عمود فيهم هدخل من وراه كده اهو واسحب الخيط واعمل عمود بايه بلفة. شايفين؟ هدخل كده من ورا العمود واسحب الخيط واروح عامله عمود بلفة اهو. انا بالشكل ده انا بحدد الايه، بحدد الوش بتاع اللكلوك بتاعي. هسحب الخيط عشان ارتفع بقى بالسطور لفوق. هدخل كده اسحب الخيط واعمل عمود بلفة. شايفين؟ هدخل كده واسحب الخيط واعمل عمود بلفة. السطر ده كله عندي هعمل كده عمود فوق كل عمود داخلي لجوه كده هعمله لحد ما اخلص السطر كله. هيبقى بنفس الايه، بنفس الطريقه من غير تزايد ومن غير اي حاجه. هحدد السطر بقى كله على نفس الوضع ده وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. خلصت السطر كده وحددت اللكلوك بتاعي بالشكل ده وشلت الماركر وحطيته تاني مكانه في نفس الغرزه اللي انا كنت حطاها فيه. هقفل بقى السطر ده معاكم كده بمنزلقه ونشوف هنعمل ايه في السطر الجديد بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هاجي بقى همسك الابره بتاعتي وهقفل بمنزلقه في سلاسل الارتفاع زي كل مره بالشكل ده. هدخل هنا في الثلاث سلاسل دول في السلسله الاخيره واروح ساحبه الخيط وقافله بمنزلقه بالشكل ده اهو. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هشتغل بقى ايه، عمود امامي عمود خلفي السطر ده كله. هاجي كده هدخل الابره تحت العمود كده اهو وارتفع بثلاث سلاسل ويبقى ده اول عمود عملناه عمود ايه امامي. هاجي العمود اللي بعديه هروح لفه الخيط على الابره وهدخل اروح عاملاه عمود خلفي هيبقى ايه كده بالشكل ده. واللي بعديه عمود امامي بالشكل ده واللي بعديه عمود خلفي. عمود امامي يعني ايه؟ يعني العمود بيبقى قدام الابره والابره هي اللي بتبقى من ورا. عمود خلفي الابره هي اللي بتبقى قدام والعمود بيبقى ورا بالشكل ده. هلف الخيط كده اهو وادخل اهو اسحب الخيط اهو كده ده عمود امامي. هلف الخيط على الابره وادخل كده ده يبقى عمود خلفي. من ورا يبقى خلفي من قدامي يبقى امامي بالشكل ده. السطر ده كله هعمل عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلصه كله. بعد ما قفلت السطر بتاعي بغرزه منزلقه هدخل تحت الايه، تحت العمود كده الاولاني وارتفع كده وهاخد سلسله ودي تبقى اول سلسله في اول عمود وبعدين هرتفع سلسلتين تانيين وكده يبقى ده اول عمود عملناه فوق العمود الامامي. عملنا عمود امامي. هدخل في اللي جاي بعد كده عليه الدور عمود خلفي. هدخل تحت الحلقه تحتيه كده وهدخل اعمل عمود خلفي واللي بعديه اهو عمود امامي. يعني السطر ده يبقى فوق العمود الامامي عمود امامي وفوق العمود الخلفي عمود خلفي. هنيجي عمود امامي اهو عمود خلفي من ورا بالراحه كده. العمود الامامي شايفين الابره من ورا والعمود من قدام اهو. هسحب كده الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين. والعمود الخلفي هدخل من جوه كده من تحت من جوه. بصوا الابره فين والعمود فين. العمود ايه، الابره قدام والعمود هو اللي وراه بالشكل ده. عمود امامي عمود خلفي. طول السطر ده هيبقى كده فوق العمود الامامي عمود امامي فوق العمود الخلفي عمود خلفي. وده الشكل. بصوا هيبقى كده بالمنظر ده. هخلصه كل السطر ان شاء الله. افضل ماشيه عمود امامي فوق العمود الامامي وعمود خلفي فوق العمود الخلفي وهاجي هنا مكان الماركر هشيله واحطه برده في نفس الغرزه بتاعته. هخلص السطر وارجع لكم تاني عشان نشوف هنكمل نعمل ايه في السطر الجديد. وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا السطر. شلت الماركر حطيته مكانه في نفس المكان بتاعه. هعمل ايه بعد كده اهو؟ هقفل بقى بمنزلقه في سلاسل الارتفاع اللي هي الاولانيه خالص. هدخل كده تحت الحلقتين كده بالشكل ده واروح ساحبه الخيط وقافله بايه بمنزلقه. برضو هدخل من تحت الغرزه بتاعت العمود بتاعتي من ورا كده واسحب الخيط واعمل سلسله 2 3 وده يعتبر ايه عمود امامي.
جينا بقى في الوقت ده المفروض ان احنا نعلم الايه، نعلم الكلوك بتاعنا عشان خاطر ايه نشوف هنعمل ايه في الوش بتاعه. بصوا هنا الغرزة دي اللي في النص هعمل ايه، همشي 15 غرزة بعديها يمين و15 غرزة شمال. هعد 15 غرزة وهحط العلامة بتاعتي، ومن الناحية التانية برضو هعد 15 غرزة وهحط العلامة بتاعتي. الغرزة ال15 هروح معلمة كده بالشكل ده، واجي الناحية التانية برضو اعد 15 غرزة. بعد الغرزة اللي فيها العلامة هعد ايه 14، والغرزة ال15 هروح حاطة فيها علامة تانية بالشكل ده. نبتدي بقى السطر الجديد. هنعمل ايه، بصوا هنا احنا عملنا اول غرزة عمود امامي، هاجي برضو في الغرزة اللي بعديها عمود خلفي زي ما احنا ايه ماشيين بالظبط. ادي اول غرزة عملناها عمود امامي، تاني غرزة خلفي، بعد كده عمود امامي، بعد كده عمود خلفي. هفضل شغالة عمود امامي عمود خلفي لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي بالشكل ده. هاجي هنا ده اللي عليه الدور عمود خلفي، والغرزة اللي فيها الماركر هيبقى عمود امامي، هشتغلها عمود امامي بالشكل ده، وهشيل العلامة بتاعتي. يبقى احنا كده اشتغلنا من اول الايه، من اول ما قفلنا لحد العلامة عمود خلفي عمود امامي. تمام، هشيل بقى العلامة بتاعتي. هاجي هنا بقى هشتغل ازاي، هشتغل كل من العلامة دي للعلامة دي هشتغل عمود خلفي. ادخل الابرة كده بالراحة كده، هدخل من ورا الابرة بتاعتي واسحب الخيط واعمل عمود خلفي، واللي بعديه عمود خلفي، واللي بعديه عمود خلفي بالشكل ده. هدخل كده في كل غرزة من الغرز بتاعتي او كل عمود من العمود اللي قدامي هعمل عمود خلفي لحد ما اوصل للعلامة. عمود خلفي عمود خلفي من ورا الايه، من ورا العمود كده بدخل بسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين اهو. هدخل كده هسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي. هوصل كده للعلامة واروح شايلة العلامة بتاعتي بالشكل ده، واعمل ايه، واعمل عمود خلفي برضو مكان العلامة. هعمل عمود خلفي وهشيل العلامة خلاص، مش هحتاجها تاني. هفضل مكملة بقى، كمل بقى لحد العلامة بتاعتي عادي. في كل غرزة من الغرز بتاعتي في كل عمود هعمل عمود خلفي لحد ما اوصل للايه، للماركر التالت بالشكل ده. اخر غرزة معايا اهي اهو، وهياخد معايا الشكل ده في السطر ده. هاجي بقى بعد كده العلامة بتاعتي اللي فيها الايه الماركر، العمود اللي فيه العلامة بتاعتي هشيل العلامة خلاص. وزي ما عملت هنا انا عملت ايه، كانت قبل العمود الخلفي كان عمود امامي، هشتغل برضو اول عمود هيقابلني اللي هو كان فيه العلامة هشتغله عمود امامي بالشكل ده. وبعد كده هاجي اللي بعديه هيبقى عمود خلفي، وبعدين اللي بعديه هيبقى عمود امامي. هتظبط معايا بقى فوق العمود الامامي هعمل عمود امامي، وفوق العمود الخلفي هعمل عمود خلفي لحد ما اخلص السطر زي ما عملت الناحية التانية بالظبط اهو. بصوا يا حبايبي الدور ده هيبقى شكله كده، وهكمل بقى السطر عمود امامي عمود خلفي زي ما عملت الناحية التانية وايه، وهروح قافلة بمنزلقة برضو بنفس الايه، بنفس الفكرة.
وفضلت ماشيه طول الايه الجزء ده، عمود امامي عمود خلفي، لحد بقى ما عندي بالشكل ده اهو. خلاص وصلت للاخر، هروح سحبه الخيط كده واروح عامله ايه، واروح قافله بمنزلقه في اخر ايه، في اخر السطر بتاعي بالشكل ده اهو. وكده يبقى ايه الشكل ده كده نهايه السطر بتاعي اهو. هعمل برضو ايه، هدخل تحت العمود كده وهدخل اسحب الخيط بالشكل ده واعمل سلسلة 2 3، يبقى كده ده هعتبره عمود امامي، والعمود اللي بعديه هيبقى خلفي، والعمود اللي بعديه امامي، والعمود اللي بعديه خلفي. هفضل برضو شغال عمود امامي عمود خلفي لحد الايه الوش بتاع اللكلوك مكان ما انا عملت العواميد الخلفية، وهنشوف هنعمل ايه في الجزء ده. عمود امامي عمود خلفي لحد ما اجي هنا العلامة دي، لحد اول بداية الجزء بتاع الوش بتاعي. خلصت الجزء ده عمود امامي عمود خلفي لحد ما وصلت للعواميد الخلفية اللي انا كنت عاملاها في الوش. اخر عمود معايا عاملاه عمود امامي، اخر عمود معايا عمود امامي اهو. هاجي بقى بعد كده هشتغل في الجزء ده ايه، اول واحد كده هاجي فوق العمود الاولاني اروح عامله عمود بلفة عادي، هتخطى العمود اللي بعديه واروح عامله ايه، هسيب الحلقتين اللي جايين وهاجي في العمود اللي بعديه هروح ايه، هروح عامله عمود عادي، وبعدين اتخطى واحد وهاجي في العمود اللي بعديه تحت الحلقتين اروح عامله عمود، هتخطى ده وهاجي بعد كده في ده هروح عامله عمود بالشكل ده. الجزء ده من هنا لهنا هنعمل ايه، هنعمل عمود ونتخطى عمود، عمود ونتخطى عمود من غير اي فواصل ولا اي حاجه اهو بالشكل ده. هاجي العمود اللي بعديه هسيبه وهاجي العمود ده هروح واخداه اعمل فوقيه تحت الحلقتين عمود بلفه، اسيب العمود ده وهدخل العمود اللي بعده، هسيب ده وهدخل العمود اللي بعده بالشكل ده، هسيب ده وهدخل العمود اللي بعده، هسيب ده وهدخل العمود اللي بعده. هفضل ماشيه كده بقى لحد ما اخلص الجزء ده كله. اعمل ايه، اشتغل عمود واسيب عمود، اشتغل عمود واسيب عمود لحد ما اوصل لنهايه الجزء اللي هو الايه وش اللكلوك اهو. اشتغل عمود واسيب عمود، هسيب ده وهشتغل ده، هسيب ده وهشتغل ده. هاجي بقى هنا اهو وصلت لايه للاخر، اخر عمود هعمله ايه، عمود امامي اللي هو ايه نهاية الوش من الناحية دي بيبقى عمود امامي، ونهاية الوش من الناحية دي بيبقى عمود امامي بالشكل ده. هكمل بقى ازاي، هكمل برضو عمود امامي عمود خلفي لحد ما اوصل للعلامة بتاعتي، لحد ما اوصل للايه لنهاية السطر. اشتغل عمود امامي عمود خلفي لحد ما اخلص السطر كله ونقفله ونشوف هنكمل نعمل ايه في السطر الجديد. وصلت لنهاية السطر، هقفل بمنزلقة في سلاسل الارتفاع بتاعتي برضو بالشكل ده، اسحب الخيط وهقفل كده، وبعدين هدخل تحت العمود الامامي اللي انا فيه ده، هدخل كده اسحب الخيط وارتفع او سلسلة 2 3، يبقى كده عمود امامي. وبعدين هاجي العمود اللي بعديه هدخل من وراه كده هو واسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين يبقى عمود خلفي، وبرضو ده عمود امامي واللي جاي عمود خلفي بالشكل ده، عمود امامي عمود خلفي. هفضل شغال عمود امامي عمود خلفي لحد ما اوصل لفين، لحد ما اوصل للايه لوش اللكلوك بتاعي مكان الايه العلامه اللي انا كنت عاملاها. خلي بالنا ان الجزء ده ثابت معايا من اول ايه ما طلعنا بالتحديد بتاع اللكلوك، ده ثابت معايا الجزء ده من هنا لهنا في كل سطر ثابتين معايا، التغيير في الجزء اللي هو من مكان معلمنا بس. هفضل بقى ماشيه عمود امامي عمود خلفي لحد ايه، لحد ما اوصل للايه للوش بتاع اللكلوك،
ونشوف هنعمل ايه. هاجي هنا انا وصلت اهو، اخر حاجة عندي بعملها العمود الامامي بالشكل ده. خلصته كده، جينا للوش بتاع الايه، الوش بتاع اللكلوك. هنعمل ايه فيه بقى؟ بالراحة كده، خدي بالك معايا اهو. بصوا عمود امامي اخر حاجة معايا. هدخل تحت الحلقتين كده اهو، هعمل غرزة حشو. هلف الايه، هدخل كده اسحب الخيط من اول غرزة ومش هخرج، واجي في الغرزة اللي بعديها اسحب الخيط ومش هخرج. يبقى معايا 3 على الابرة، هخرج منهم مرة واحدة. يبقى انا عملت كده تناقص في الغرزة بتاعت، عملت غرزة حشو وتناقصت في الايه فيها، غرزتين في غرزة. هاجي هنا اهو برضو غرزتين في غرزة، هدخل كده في اول حلقة واسحب الخيط، وفي تاني حلقة اسحب الخيط. هيبقى معايا 3 هخرج منهم مرة واحدة. يبقى انا بعمل كده الغرزتين في غرزة اهو، دي ودي هناخدهم مع بعض كده بالشكل ده. واللي بعديها هسحب الخيط كده، واللي بعديها هسحب الخيط واخرج من ال3 مرة واحدة. هاجي اللي بعديها هسحب الخيط، واللي بعديها هسحب الخيط واخرج منهم مرة واحدة، وهكذا اهو. هدخل كده اسحب الخيط، واجي كده اسحب الخيط وهخرج منهم مرة واحدة. هدخل كده اهو واسحب الخيط واخرج منهم مرة واحدة. وصلت لفين؟ وصلت للايه، للعمود الامامي بتاعي. بصوا الوش خد معايا الشكل ده اهو. هاجي بقى ايه، هشتغل برضو عمود امامي عمود خلفي لحد ما اوصل برضو للايه، لاخر السطر. هاجي هنا اول واحد معايا اهو هعمله امامي. نخلي بالنا اول من البدايه ومن النهايه يا جماعه، عشان خاطر لو احنا اتلخبطنا. طبعا لازم فوق كل عمود نعمل ايه، عمود امامي نعمل فوقيه امامي، وعمود خلفي نعمل فوقيه خلفي. ما نتلخبطش في الحته دي، نخلي بالنا منها كويس. هاجي كده اهو عمود امامي عمود خلفي لحد فين، لحد ما اوصل للايه، لنهايه السطر. خلصت كده وصلت لنهايه السطر. هقفل بمنزلقه كده في اخر ايه سلاسل الارتفاع عندي بالشكل ده، وهسحب الخيط كده خلاص. وانا هقص الخيط بقى خلاص كده. انا خلصت الجزء ده من الشغل اهو كده. الشكل الايه، الشكل بتاعي اكتمل كده بقى بالشكل ده. هاجي بقى هعمل ايه، هاجي هعمل الايه، الجزء اللي في الجنب اللي انا مدككه فيه اهو. الجزء اللي في الجنب ده اللي انا مدككه فيه الرباط بتاعي، هعمل الجزء ده اهو. شايفين؟ طبعا انا كده قصيت الخيط، هلضم الخيط بقى وهعمله من اول وجديد. طب انا هلضمه فين؟ هاجي بقى بصوا عندي هنا، خلي بالكم هنا عندي بعد الوش على طول في ايه، اول غرزة عمود امامي، وفي عمود خلفي وعمود امامي. انا هشتغل في الغرزتين اللي هما العمودين الاماميين واتخطى العمود اللي في النص. يعني انا بصوا هنا هلضم الخيط بتاعي في العمود التاني الامامي، واسيب العمود الخلفي وايه، وبعد كده هشتغل في العمود التاني الامامي. بصوا بالراحه كده، اسحب الخيط كده. يعني انا تخطيت العمود الخلفي وجيت بعد العمود الامامي، رحت ايه سحب الخيط منه بالشكل ده. هعمل ايه بقى، هرتفع بالسلاسل، وده طبعا هاخده تحت الشغل. هبقى الضمه في ابره التنظيف وانضفه يعني. هرتفع 6 سلاسل بالشكل ده، وهسيب ايه، واطلع الابره من ايه، من السلاسل بتاعتي كده. وهاجي من بره بقى عند العمود التاني اللي هو الامامي، هروح سحبه الخيط كده من بره. بصوا خدوا بالكم انا بسحبه لفين اهو بالشكل ده. وهروح اهو، وهروح عامله ايه، واخد الخيط واروح عامله سلسله كده اهو بالشكل ده. يعني ايه، زي ايه، اثبته اهو. عملت 6 سلاسل بين العمود ده والعمود ده. هاجي بقى في الجزء ده هشتغل غرز حشو، هشتغل 7 حشو. ادي اول واحده في الفراغ اللي هو ايه، اللي ناتج عن الايه 6 سلاسل دول. جوه الفراغ كده بدخل وبسحب الخيط وبعمل ايه 7 حشو بالشكل ده.
طيب انا خلصت كده السبع حشو، بقى الشكل ده عندي كده تمام. هاجي وبعدين الغرزة اللي بعديها هدخل برضو اهو بالشكل ده. بعد ما خلصت السبع غرز بتوعي هدخل كده، ومن الايه ومن الغرزة دي للغرزة دي هسحب الخيط واروح خارجة منهم هما التلاتة مرة واحدة، اخرج منهم التلاتة مرة واحدة كده بالشكل ده. هاجي بعد كده اروح داخلة تحت كل حلقة من الحلقات بتاعتي همشي بغرزة حشو، هدخل كده حشو، واللي بعديها برضو تحت الحلقتين هشتغل غرزة حشو. هلف الشغل كله بغرزة الحشو لحد ما اروح الناحية التانية عشان اعمل برضو الايه الجزء اللي احنا بندكك فيه الرباط بتاعنا. هفضل شغالة كده بغرز الحشو العكسية لحد ما اوصل منين ما ابتديت. خلصت كده السطر كله، مشيت بغرز الحشو العكسية لحد ما وصلت للمكان اللي انا ابتديت بيه. فاضل كام غرزة هخلصهم معاكم اهو، وقصيت الخيط كمان بتاعي بالشكل ده. هعمل الكام غرزة اللي فاضلين اهو، ادي واحدة وادي التانية، وبكده خلاص انا وصلت لفين، وصلت لاول غرزة انا ابتديت فيها بالشكل ده. خلاص هروح سحبة الخيط بقى اخر غرزة معايا، واروح سحبة الخيط كده واطلع بيه كده، واروح داخله من جوه سحبه الخيط لجوه كده. الخيوط دي كلها هنداريها بابره التنظيف في وسط الشغل ان شاء الله. تمام، وده بقى الشكل ده ايه معايا زي ما انتم شايفين اهو. وصلنا لايه اهو اهو. هنعمل بقى الخطوه الجايه ايه. الخطوه الجايه هعمل غرز، همشي بغرز الحشو العكسيه حوالين الدوران اللي في الايه اللي في الوش. الدوران ده همشي بغرز الحشو العكسيه حوالين الدوران ده والدوران ده كده، زي ايه زي الفرده دي بالظبط. انا لفيت كده بغرز الحشو العكسيه من هنا ومن هنا اهو. همسك الخيط بتاعي حرف الخيط وهدخل في اول غرزه. اول غرزه عندي هنا هدخل فيها اللي هي بعد العمود الاولاني، واروح سحبه الخيط كده بالشكل ده، واخد سلسله ونشد الخيط ده معانا، وبعد كده نبقى ندخله برضو في وسط الشغل. بعد كده هاجي بقى بعد كده غرزه غرزه كده هدخل فيها اهو. هدخل في الغرزه اللي جايه كده على طول اهو، اروح سحبه الخيط واخرج، والغرزه اللي بعديها برضو واسحب الخيط واخرج اهو. تحت الحلقتين كده بدخل وبسحب الخيط وبخرج اهو. هلف الوش ده كله معايا بغرز الحشو العكسيه لحد الناحيه التانية. هسحب بقى الخيط كده واقصه واسحبه لبره بالشكل ده، وبرضو هدخله جوه واداريه برضو ايه في وسط الشغل بإبرة التنظيف. بس اهم حاجه ان انا ادخله بس لجوه كده، اسحبه لجوه بالشكل ده. كل ده طبعا هنداريه في وسط الشغل بإبرة التنظيف معانا. هلضم بقى الخيط وهعمل برضو الجزء اللي ايه الجزء اللي تحت بنفس برضو الفكرة بغرزة الحشو العكسية. هاجي برضو من اي اتجاه من الناحية دي او من الناحية دي، بس يفضل ان احنا نشتغل من ورا كده من عند النعل بتاعنا من ورا بالشكل ده. هدخل كده اروح سحبة الخيط بتاعي واخد سلسلة
واروح في الحلقة اللي بعديها على طول اروح واخدة غرزة حشو، واللي بعديها برضو غرزة حشو، وهكذا بقى همشي غرزة حشو زي ما عملت فوق برضو كده في الوش من فوق. همشي الف الجزء ده كله بغرز الحشو واخلصه وارجع لكم تاني عشان خاطر نشوف هنعمل ايه تاني. خلصت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو، لفيت الشغل من تحت ومن فوق بغرز الحشو العكسيه كده كله، كل الحروف بتاعتي لفيتها بغرز الحشو العكسيه زي ما انتوا شايفين اهو. وده الشكل اللي احنا وصلنا له، ناقص بقى الايه الرباط وكور البونبون. انا هعملها معاكم دلوقتي عشان خاطر ايه، انا عايزه كوره بونبون صغيره اي زي دي كده اهو، هوريكم بتتعمل ازاي، سهله خالص ما بتاخدش اي وقت وسهله. بصوا دي معايا سلسله عادي، سلاسل ارتفاع عاديه خالص. باخد المقاس بتاعي ازاي، باجي كده اهو بعمل سلاسل الارتفاع بتاعي، بحاول ان انا ادككها كده واعديها من الناحيه التانية عشان خاطر المهم انها تعمل معايا بعد ما ادككها كده تعمل معايا في يونكه، عشان اعرف ان المقاس ده مظبوط صغير كبير. فانا هربطها كده الاول بس ايه عشان ايه اهو، عشان خاطر اعرف المقاس بتاعي بس مش اكتر. هاجي بقى بعد كده همسك الخيط وهلفه ايه على ايدي. طيب انا دلوقتي احنا اساسا عايزين ايه نعرف ان ايه كرة البونبون عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة بنتحكم فيها ازاي. انا عايزاها صغيرة دلوقتي هعملها لف اللفة على صباعين 2 بس. لو انا عايزاها كبيرة اكبر منها هلف اللفة على 4 صوابع. طيب لو انا عايزاها اكبر من ايديا هجيب كرتونة بقى والف عليها اللفة بتاعتي. سهلة خالص ما فيهاش اي مشكلة، بكل بساطة هنعملها. انا همسك عشان عايزاها صغيرة همسك كده صباعيني دول كده والف عليهم اي عدد، عايزة اعمل 25 لفة 30. طبعا اللفة دي بتحدد الكثافة بتاعت الكورة بتاعت البونبون بتاعتنا، يعني كل ما يكون اللفة اكتر كل ما كثافتها تبقى اكتر. لو انا عايزاها صغيرة مثلا بقلل في الكثافة بتاعتها شوية. هفضل الف كده، انا ما بعدش بعملها كده ايه بالبركة اهو. هفضل الف ما اخد العدد اللي انا عايزاه. هكتفي بالجزء ده كده واروح قصه الخيط بتاعي بالشكل ده، وانا لسه قبل ما اخلعهم من صباعي هاخد جزء تاني كده هتنيه بالشكل ده واروح قصه. بصوا هعمل الخيط مجوز كده زي ما انتم شايفين، يعني مثلا دي حوالي نص متر مثلا. هاجي كده اهو افردها كده قدامي وهخلعها بالراحه، اخلع الكرة بالراحه من ايدي واروح حطها بصوا بالراحه خالص عشان خاطر ما تتفكش مني، واحطها واسطنها في قلب الخيط اللي انا عاملاه ده. نخلي بالنا عشان ايه لو فلتت مني ولكني عملت حاجه. هاجي بقى كده اروح مدخله ايه، بصوا الخيط بتاعي انا عاملاه مجوز ازاي. هجيب الفتلتين الناحيه دي هدخلهم في الخيط من الناحيه دي واروح سحبها بالراحه كده. المهم عشان امسكها بس عشان خاطر ما تتحركش معايا. بعد ما امسكها قبل ما اربط هظبط بقى ايه هوسطنها بالظبط في النص. همسكها كده بالراحه واروح موسطنها الجزء ده مع الجزء ده واظبط كده دنيتي بالشكل ده اهو. وبعدين انا عندي فتلتين، عندي ايه فتلتين خيط، واحده من الناحيه دي واحده من الناحيه دي. همسكها بقى ايه احاول ان انا بقى ايه اثبت عليها جامد واربطها اهو. همسك واحد في ايدي كده والناحيه التانية اروح لفاها كذا لفه ورا بعض قبل ما اربط بالشكل ده، واروح ماسكاها كده مبدله الخيط في الناحيه التانية. امسك الخيط ده في ايدي والخيط التاني هروح لفاه عشان خاطر اثبت برضو اهو. همسك كده الخيط افضل الف كده وامسكه بايدي وفي الاخر اروح رابطه. هربط الطرف ده مع الطرف ده رابطه جامده اهو بالشكل ده. خلي بالك الرابطه لازم تكون جامده عشان خاطر ما تفلتش معايا بعد ما اعملها، لازم تبقي تثبتي عليها جامد. واروح برضو ايه لفه لفتين كده ولا حاجه واروح رابطه، افضل اربط فيها لحد ما ايه اثبتها جامد من الناحيه دي ومن الناحيه دي. وطبعا انا سايبه اصلا ايه سايبه الجزء ده عشان خاطر اثبت بيه الايه الكرة بتاعتي في الايه في السلسله اللي انا عاملاها. وبعد كده الزياده هقصها طبعا ملهاش لازمه بالشكل ده اهو. انا كده ربطتها عملتها زي الفيونكه اهي. هاجي بقى ايه خلاص ثبت عليها جامد. هاجي هجيب المقص بتاعي
وافتح بقى ايه، اعمل فتحات في الايه، في الخيوط دي، افتحها من بعضها كده بالشكل ده. هقصها كده، طبعا الخيط متني زي ما انتم شايفين، انا هفتحه كده بالشكل ده من الناحيه دي ومن الناحيه دي اهو، وافضل ايه يعني انعكشه كده من بعضه عشان اشوف لو في حاجه ما اتفتحتش اشوفها اهو بالشكل ده. هقصهم وافتحهم من بعض. بس هاجي بقى بعد كده امسك الخيط في ايدي كده اهو، واروح ضمه الشراشيب دي كلها كده مع بعضها كده كده بالشكل ده، هضمها لقدام كده اهو، واحاول ان انا اسوي بقى الاطراف بتاعتها عشان خاطر تبقى متسويه معايا. هحاول اقص كده واسوي الاطراف بتاعتي كلها على قد ما اقدر. سويت الاطراف بتاعتي، افضل انعكش فيها بقى كده. لو عندك فرشه ولا حاجه بتاعت شعر ممكن تسرحيها بقى عادي عشان خاطر تفككي الخيوط من بعضها، هي اصلا من الاستعمال بتفكك من بعضها. برضو هحاول كل ما اعمل فيها كده هلاقي في خيوط طلعت لي اروح مسويها بالشكل ده. فهركب واحده الاول وبعد كده ايه ادكك الخيط وبعد كده اركب التانية وهو الموجود. هدخل الايه الابره بتاعتي كده في اول سلسله واسحب الفتله الايه الاولانيه، انا عامله للكوره فيها فتلتين، ومن الناحيه التانية هدخل الابره برضو وهسحب الفتله التانية اهو، هسحبها كده واروح مدخلاها واروح سحبه الخيط كده بالشكل ده اهو في اول سلسله من الايه من السلاسل اللي انا عاملاها. هشد الخيط كويس معايا الفتلتين والفتله الاساسيه اللي هي بتاعه الخيط اهي هخليها على جنب دلوقتي، وهاجي اروح عقده الخيط هربطه بقى كده ربطتين كده ولا حاجه او 3 بالشكل ده. بعد ما ربطتها يا حبايبي وثبتها كويس كده، هاجي بعد كده ايه اجيب ابره رفيعه غير اللي انا شغاله بيها خالص، وادخل كده عند الرباط اللي انا ربطته فيها في الدايره من الاول خالص. هسحب الخيط كده الثلاث اطراف بتوعي، هسحب اول واحد من الناحيه دي اهو، هلف الخيط كده اهو واروح سحباه. ممكن نعملها بابره التنظيف عادي مفيش مشكله، ابره رفيعه وابره التنظيف، واروح سحبه الخيط كده اهو. هسحب الثلاث فتل بنفس الطريقه عشان اسويهم مع الايه مع الكوره فيها برضو كده، واظبط فيها بقى مكان ما عملتها بالشكل ده. وبعدين اروح مسويه برضو الاطراف بتاعتي هسويها بنفس الشكل اهو، هسويهم كده بس، وافضل اسوي فيها كده لحد ما تتظبط اهو. وبكده بقت عندي الكوره بتاعت البونبون بتاعتي بالشكل ده انا عملتها اهو. هركبها بقى الاول قبل ما اركب الناحيه التانية عشان مش هتعرف تعدي مش هنعرف نعديها من الفتحتين. بصوا هركب دي الاول كده واعدي الخيط من الناحيه التانية، هشده كده واسحبه على الناحيه التانية، وبنفس الطريقه برضو زي ما ركبت دي هروح اركب التانية برضو بنفس الطريقه، اخلصها وارجع لكم تاني عشان نشوف ايه هنكمل بقى نقفل اللكلوك بتاعنا. وبعد ما ركبت الكرة التانية في الرباط بتاعي هربطه بقى كده واظبط الشكل، واظبط اللكلوك بتاعي كده بالشكل ده اهو. وده الشكل النهائي بتاعه زي ما انتم شايفين يا حبايبي، سهل وبسيط. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.